بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هنقارن ما بين ازالة القوس السوداء باستخدام نوز ستريب المصري والمستورد، وهنعرف في نهاية الفيديو انهي افضل ما بين الاتنين، وكمان هنعرف الاسعار. بس اول حاجة، لو انتوا اول مرة تنورونا متنسوش تدعموني بشير ولايك وسبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. قبل ما ابدأ في الخطوات، اول حاجة عايزة بس اعرف حاجة بسيطة عن القوس السوداء. هي بتبقى عبارة عن نتوءات داخل مسام الجلد نتيجة انسداد بصيلات الشعر وتراكم الخلايا الميتة وخلايا الجلد الميت والبكتيريا. وكمان هي بتبقى عبارة عن شعيرات صغيرة في منطقة الأنف، وبيكون صعب إزالتها بالطرق العادية. بعد كده نيجي للخطوات. هي خطوات سواء في المصري أو المستورد واحدة، يعني نفس الخطوات هنمشي عليها. أول حاجة هنغسل منطقة الأنف كويس جدا من أي زيوت أو كريمات أو أي ميك اب علشان الشريط يلزق كويس. تاني حاجة نبلل منطقة الأنف كويس جدا بالمية عشان الشريط برضو يلزق، يعني لازم نبل منطقة الأنف كويس جدا كده بالمية ونكتر المية في منطقة الأنف عشان أول ما نحط الشريط على طول يلزق. تالت حاجة هنفتح الشريط ونشيله من اللزق اللي بيكون عليه. هو بيبقى موجود كده على شريط تاني بيبقى شفاف بيبقى لازق عليه، بس نراعي ان احنا واحنا بنشيل الشريط من اللي هو الشريط التاني الشفاف ده بتكون الايدينا جافة جدا، يعني المناخير بس هي اللي بتبقى مبلولة لكن الايدين تبقى جافة وانتي بتشيل الشريط. بعد كده اول لما بننزع الشريط من الشريط التاني الشفاف، بعد كده بنلزقه على منطقة الأنف ونتأكد ان هو لزق كويس جدا. بعد كده نسيبه لحد ما يجف وينشف تماما، والشريط يبقى جاف لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة. بعد كده بعد ما الشريط يجف خالص والمية تكون نشفت وكل حاجة تمام، بنشيل الشريط بالراحة من الأطراف. الأول بنبدأ من الأطراف لحد ما نوصل لمنتصف الأنف. بس كده. بس مكتوب برضو ان لو صعب في الشيل بنبلل بس الأطراف بشوية مية ونشيلها، بس بصراحة ما حصلش معايا كده. بعد كده بعد ما نشيل الشريط، لو في اي بواقي للزق او حاجه على الانف بنغسل منطقه الانف بالميه عادي جدا. ولو عايزين مثلا بعد كده ترطبوا باي كريم مرطب انتوا حابينه، نيفيا او اي كريم انتوا حابينه ممكن ترطبوا بيه عادي. ولو انتي بشرتك دهنيه بلاش ترطبي بكريم مرطب لان ممكن يطلعلك حبوب. وكمان لو في اي حبوب في منطقه الانف يفضل ان احنا ما نحطوش عليها، او لو في كمان حروق للشمس، يعني لازم الاول نستنى لما الحبوب تهدى خالص وبعد كده نحط اللزق عليها عشان ممكن ده يضر بالحبوب. وعايزة اقول برضو ان سعر المصري 10 جنيه وسعر المستورد 17 جنيه. طيب دلوقتي عايزين بس نقول انهي احلى ما بينهم. يعني جربت المصري وجربت المستورد، بصراحة هي النتيجة في الاتنين حلوين، يعني مفيش اي فرق في زيادة الرؤوس السوداء. يعني ده جاب نتيجة معايا وده جاب نتيجة معايا. الفرق بس في الاتنين ان المستورد بيكون اكبر شوية من المصري، يعني اكبر حاجة بسيطة خالص يعني مش ملحوظة. وكمان اللزق بتاع المستورد بيبقى اقوى بكتير من المصري. بس الاتنين كويسين يعني. فانتي لو امكانيتك انتي تجيبي المصري ب10 جنيه او تجيبي المستورد ب17 جنيه، انتي بقى ايه، انتي براحتك يعني. وبصراحة ما كنتش متوقعة خالص كمية القوس السوداء اللي طلعت. بس كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا وعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.